السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله دائما تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة. اليوم راح نتعلموا صابلي ذوق غريبية، صابلي بنين اقتصادي يقطع كميات معتبرة. راح تستفادوا معنا في هذا الفيديو ان شاء الله. بدون اطالة معاكم المقادير بعد قليل. الحلويات التقليدية والحلويات العصرية. اليوم راح نتعلموا نوع من انواع الصابلي. قبل ما نبداو نرجو منكم انكم تشتركوا في القناة وتدعمونا بزر لايك اذا عجبكم الفيديو. طبعا راح نبداو في المقادير. اولا عندي 125 غرام مارغرين ولا زبده طريه، مغرف كبيره ونص سكر رطب، مغرف كبيره كاوكاو محمص وملح، مغرف كبيره مايزينا، حبه بيض تكون صغيره، نركز انها تكون صغيره في الحجم. الا كان استعملتوا 250 غرام راح نستعملوا 3 صفار، عطر الفانيليا، 5 غرام خميره كيميائيه. طبعا الفرينه نلم بها لاباط تكون طريه نوعا. راح نبداو بسم الله. مارغرين طريه مع مغرف كبيره سكر طب ونصف. راح نستعمل نصفيها طبعا مغرف كبيره ونصف. نصفيه سكر فرينه لازم كامل تصفيه. انا الفرينه عندي صفيتها. كامل الشوائب هكذا تسنحيه. 125 غرام مغرف كبيره ونص سكر رطب مع حبه البيض. حبه البيض اللي تكون صغيره. راح نخلط كامل بيدي، ما تستعملوش الباتور ولا الضراب الكهربائي. هذه الحلوى سهله يعني حتى اللي ما عندهمش يقدروا يخدموا هذه الحلوى. مقاديرها ايضا سهله في متناول الجميع. تخلطوا مليح حتى يمتزج الخليط. هنا راح نضيف عطر الفانيليا. الفانيليا قليل فقط. عطر الفانيليا مغرف كبيرة ونصف. ضفتهم أنا زيت، نضيفوا الزيت خلطوا. نضيف المايزينا، مغرف كبيرة مايزينا تكون بومبي. مغرف كبيرة مايزينا، مغرف كبيرة كاوكاو مرحي حمص ومرحي. كاوكاو ما راحش يأثر. ضيفوا مغرف كبيرة مغرف ونص وتخلطوا. يصبح الخليط بهذا الشكل. فرينة مغربلة أنا عندي، راح نضيف الفرينة ونجمع الخليط مع الفرينة. طبعا ما تنساوش تضيفوا نصف كيس كيميائي خميرة كيميائية. الخميرة الكيميائية يعني 5 غرام. طبعا نضيفوها مع الفرينة، نضيفوها مع النواشف. ورايحين طموا الخليط فقط، ما رايحينش تعجنوا. الفرينة إلا عجنتوها راح تشكل لكم العلك. قطعوا فقط. لاباط تكون طرية. تروحوا غير بالعقل حسب نوع الفرينة اللي عندكم، إذا كانت تشرب ولا لا. عندي هنا لاباط مازالت طرية، نضيف غير بالعقل. هذه العجينة ما راحش ترتاح، بمجرد ما تتلم راح نشكلوها مباشرة.
عندي لاباط ثاني كذلك مازال طري. خيروا الفرينة ولا طحين من نوع الجيد، كي تكون المكونات كامل ذو نوعية جيدة راح تحصلوا على حلويات مليحة وبنينة، ما راحش تخسروا وقتكم ولا مصروفكم في حاجة راح تخسر لكم ومن بعد تفشلوا خلاص وتزيدوش تطبقوا. راح نبداو في تشكيل امامكم اللحم. هذه هي لاباط قوام هذه هي لاباط كما سبق وقلت لكم ما تستريحش. حنوزن 30 غرام في الكرة. بسم الله. 30 غرام تكونوا كريات ولا ديبول وزن 30 غرام. تكوروها حتى يكون سطح أملس، سطح أملس. تكملوا توزنوا كامل كونتيتي اللي عندكم. انا هنا جاتني 15 حبه كما كتشوفي. هنايا عندي هنا 15 حبه. وعندي الحشو حلوه الترك تاع الميزان، حشو تاع لاباط، وراح نستعمل هذا المول في هذا الفيديو. مسحوق كذلك الفارينه، لان المول لازم دائما نغطسوه في الفارينه، دائما تغطسوه في الفارينه. قبل هذا راح نحشي الحبات هذو امامكم. بسم الله. نحشو الحبات هكذا، نديرو نص مغرف فقط. نص ملعقة صغيرة حلوة الترك. تغلقوا عليها بحيث تخرجوا كامل الهواء. سطح أملس. دائما تحطوه في الفرينة. شوفوا كيفاش راح تطبخوا. توضعوه في المنتصف، في منتصف الكرية، وتضغطوا على الحبة. ما تهبطوش حتى للنهاية، لأنكم إذا هبطوا حتى للنهاية راح الحبة كامل تتقطع لكم، ومن بعد تنحوه غير بالعقل راح يتنحى لكم فصيل. توضعوها مباشرة في صينية خبز. نعاود حبة أمامكم. الحشو تفتحوها بحيث يكون الحشو في المنتصف. نصف ملعقة صغيرة فقط من حلوى الترك. اللي ما يحبش حلوى الترك ولا ما يحبش الطعم تاعها راح يدير نواة كوكو. نواة كوكو طبعا تعجنوه بالعسل، ما راحش نديروه هكذاك ناشف، راح يكون الطعم تاعو حاشف شويه. تعجنوه طافيه ولا بالعسل يكون حاكم روحو طبعا، ما يكونش جاري، ورايحين تحشو به الحبات. نعاود امامكم. دائما في الفرينة بين الحبه والحبه دائما تحطوه في الفرينة. توضعوها في المنتصف
وتضغطوا، مراحيش توصلوا حتى للنهاية. شوفوا، ومن بعد تسحبوه غير بالعقل، تسحبوا الحبة غير بالعقل. طبعا في حرارة الفرن راحين يتفتحوا هذو الفتحات في لاباط، راحين يوسعوا شوية. حطوها بعيد على بعضها لانها راح تزيد في الحجم، ما راحش يبقى حجمها هكذا صغير. فرن او شاعل من قبل، فرن من قبل شعلته لازم يكون دائما سخون 160 درجة. كل وحدة تعرف الفرن كيفاش يطيب، كل وحدة تعرف الفرن تاعها. ما راحش نحدد لكم انا الوقت، هو طيابو كيما الصابلي. نكمل هذه الحبة امامكم، وبعد كونتيتي الاخرى تشوفوها من بعد واش دائما في الفرينة في منتصف الحبة وتضغطوا وبعد تجدوها غير بالعقل. هذه هي الحلويات ولا الحلوى اللي كنا خدمناها معكم. بعد ما طبعناها راح نفوت ولا نفوتوها للفرن كما قلت لكم. طيابها هو طياب الصابلي على 160 درجة. الوقت كل وحدة تعرف الكوشة تاعها كيفاش طيب. الا قلت لكم 20 دقيقة 10 دقائق نكذب عليكم، كل وحدة تعرف الكوشة كيفاش طيب. طيابو طياب الصابلي. بعد ما يطيب كاين ملاحظة، طيبوه غير من تحت، ما كلاش تشعلونه من الفوق. وهو سخون نرشوا عليه رشة سكر طب وتشوفوه معنا بعد ما يطيب. هذه هي الحلوى. شوفوا بعد ما طابت وهي سخونة، بعد ما تخرجوها رشوا سكر جلاسي فوق وهي سخونة باش يحكم السكر جلاسي فوق الحب. عندي فو بيستاش اللي هو الكاوكاو مرحي ملون بالاخضر، واللي عندها بيستاش دير بيستاش. عندي عسل، رايحه ندير لكم الديكور اللي يجي فوق الحبه. كميه راح تعجنوها قليل من العسل. العسل تروحوا غير بالعقل. خلطوا عسل ولا طوفية كل واحد وش يحب. لملكم كامل. هذا سمحوا لي برك ندخل يدي انا باش نكون ديبول صغار خلاص باش يجوا في قلب كل دائرة هكذا. ونحطها هنا نرمدها تولي لكم هكذا، تولي لكم كما الحلقة. بعد ما كملتوا، بعد ما تكملوا هذه الكويرات راح توضعوا في منتصف الحلوى تاعكم، في المنتصف تضغطوا ضغط خفيف لان الحلويات راها طريه بزاف. طبعا هنا خليتها بردت تماما. تحبوا ما توضعوش هذا تزيين، خلاص تحكموا الحبات بلا ما توضعوا السكر، بدون وضع السكر رطب ولا سكر جلاس. تغسلوا المنتصف فقط في الشيكوله، تغسلوا منتصف الحبه والحبه الحلويات في الشيكوله. هذا ايضا نوع من تزيين. طبعا التزيين يبقى اختياري. كامل توضعوهم، الحين نوضعهم في الكيسات وتشوفوهم في صحن تقديم.
هذه هي حلوتنا ولا صابلي ذوق غريبيه، لان في الذوق من بعد راح يطيبوا ولي ذوق غريبيه وهو على بات صابلي. هذا هو بعد ما وجد طري يذوب في الفم. كونتيتي كما شفتوها قليله وقاطو يعني بنين ويقطع واقتصادي في نفس الوقت. هذه هي الحبه راح نقسمها لكم. شوفوا من داخل معسل. دي حلوة الترك لأن حشيناها بحلوة الترك. ملاحظة راح نقولها برك المبتدئات اللي راح يتعلموا هذا النوع من الحلويات، بعد ما تكونوا لابات وتلموها راح نجربوا في الكوشة، جربوا حبة واحدة لأنها قادرة تطيح لكم الحلوى ويخسر لكم كامل الشكل هذا اللي راه فوق الحبة راح يخسر لكم. راح نجربوا فقط حبة طيبوها، كان طاحت لكم وراح لكم الشكل لابات ناقصة فرين راح نضيفوا لها الفرين. لكن حافظت على الشكل كملوا باقي الخطوات كما الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والفيديوهات الجايه ان شاء الله كاين حوايج ملاح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.